بسم الله الرحمن الرحيم. هلم إلى الشرح إن شاء الله. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. قفا فعل أمر من وقفك وعد، حذفت فاؤه المضارع لوقوعها بين الياء وكسرة العين وهما عدوتاها. قال ابن مالك في الألفية: فأمر أو مضارع منك وعد احذف، وفي كعدة ذاك الطرد. الألف ضمير اثنين لأن الرجل عند العرب أقل ما يكون معه اثنان: راعي إبله وراعي غنمه. والله هو للواحد كقول الشاعر: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. ويخاطب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين. هذا البيت من قصيدة سويد بن كراع العكلي. وكان يشاء قومه فاستعدوا عليه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا البيت وراه: أبيت على باب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا. والله كيف قال والمالك: وأبدلنها بعد فتح ألفا. هي كانت قيفا بنون التوكيد الخفيف. هو التوكيد عنده نونين: نون خفيفة ونون ثقيلة. ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذه النون الثقيلة والخفيفة: ليسجنن وليكون الخفيف. ونزل الوقف منزلة الوصل قال قفا. وقالوا المالك: وابدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا. ونزل الوصل منزلة الوقف. هذا كأنه خلق فيها. النبكي جواب الشرط المقدر قفا نبكي، معناه انت قفا نبكي، ولذلك جزمت جواب الشرط جزمت بحذف الياء. نبكي هي مضارع بكى يبكي، محذوف اللام للجزم بشرط مقدر قلنا، أي انت قفا نبكي. وذكرى بالكسر مصدر ذكر الشيء كان صار إذا جرى على قلبه. وذكرى مصادرها: ذكرا وذكرا وذكرا. أما باللسان فذكرا فقط بالكسر. قفا نبكي من ذكرى تذكري. قلنا إن البكاء بالقصر قفا نبكي. البكاء بالقصر سيلان الدموع بدون صوت، والبكاء بالمد سيلان الدموع مع الصوت. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. من ذكرى تذكر محبوب اسم مفعول من أحبه إذا صار محبوبا له. والقياس محب
اللي أحب القياس محبه. والله قاع هي من حبه الثلاثي حبه يحبه. والمنزل كمجلس اسم مكان من نزل بالمكان. والسقط قفا بسقط اللواء، والله بسقط اللواء، والله بسقط اللواء. السين مثلثة. قال ابن مالك في المثلث: السقط مولود بلا كمال، ونار قدح الذي يطير من الزند عند الضرب على الحجر، ونار قدح ومن الرمال منعطف، وهو بكل حال في سن التثليث بانتخاب، في سن التثليث بانتخاب. سقط وسقط وسقط. بسقط اللواء المنعطف من الرمال منقطع الرمل. والإيواء كإلى حيث يقولوا يلتوي ويرق. والدخول كالقبول. وحومل كجوهر موضعان. وتوضح بضم التاء وكسر الضاد المعجمة موضع. والمقرات جمع مقرات بالفتح وهو موضع. ويقولون مع ذا تأويل آخر تفسير آخر، يقولون المقرا والمقرات مجتمع الماء. ولعله يقول جمعه مع ما حوله، أو جمعه باعتبار أجزائه كما في المفارق والمناكب. المفارق جمع مفرق، والمناكب جمع منكب. جمع منكب هو الإنسان عنده مفرق واحد ومنكب، غير مجموع بما حوله. لم يعفو مطارع عفا يعفو كدعا يدعو، حذفت لامه للجسم. لم يعفو دخلت عليه لم الجسم، معناه لم يمنح. هو قال مم بن عبد الحميد: درس بعدي وعفا ذا المنزل، أي درسته وعفته الشمال. معناه أنه يتعدى ويلزم. درسته الريح ودرسه هو، وعفته وعفاه هو. لم يعفو رسمها. الرسم ما لا شخص له من آثار الديار كالبعار والحمم، هذا هو الرسم. بخلاف الطلل، الطلل ما تشخص من آثار الديار، صار يشبه الشخص كالأواري والأثاف. لما لم يعبر اسمها، لما لأجل ما نسجتها حاكتها من جنوب والشمال. لما نسجتها حاكتها من جنوب. الجنوب إحدى أصول الرياح الأربع، والشمال كذلك هي أصول الريح. اعلم بأن أصول الريح أربعة: قوم تجمع بقوم، وواحدها الماثور قوماء، هي الجنوب.
الدبور نصرت بالجنوب وأهلكت عاد بالدبور. هو اللي يجيبوه للسيرة هوك يقولوا قال الجنوب للشمال انطلقي ننصر خير الخلق يوم الخندق، فقالت الشمال إن الحرة لم تسري بالليل فذاك عرة. المهم أن الجنوب هي التي جاءت الأحزاب كما قال تعالى وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأكفأت قدورهم وزلزلوا وحتى إنهم ركبوا إبلهم وكان وانصرفوا ركب أبو سفيان كما يقول حذيفة بن اليمان ركب جمله وهو معقول لم ينتبه لذلك من شدة الرعب والرجاء والخوف يعني الشديد. اعلم بأن أصول الريح 4 قوم وواحدها المعذور قومها وهي الجنوب. دبور نصرت بالجنوب وأهلكت عاد بالدبور، هي التي ما ترمي شيء أتت عليك إلا جعلته كالرميم. وهي الجنوب دبور. أنا ما سمعت. هي الجنوب دبور الشمال الشمال والصبا، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفسه مهموم تجلت همومها. أيا جبلي نعمان بالله خليا سبيل الصبا يخلص إلي نسيمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها. هذا في شبه الجزيرة العربية. أما بالنسبة لأهل هذه البلاد فهي ريح حارة، لكن الرياح الباردة عندنا هنا هي الجنوب، لا تأتي إلا مبشرة بالمطر، تأتي أمامه أو بعده بيسير. وهذه الأصول 4 بين كل 2 واحدة. فللصبا والجنوب الأزيب هذه التي تأتي من الشرق، هذه يقال لها الأزيب. وللصبا الشمال والصبا والشمال تعزن كيباء. وللشمال الدبور الجربية، هذه يقال لها الجربية التي تأتي من بين الدبور والشمال. وما عدا ما ترى للهيف، الهيف هي التي تأتي من بين الجنوب والدبور. كانت هذه هي الأصول 4 واللواتي يأتين من بين كل 2 من هذه الأصول 4. لما نسجتها من جنوب والشمال. فهذا المنزل واقع، هذا المنزل واقع
في مكان تأتي الجنوب فتخفيه لكثرتها، فتأتي الشمال فتنزع عنه ما وضعت الجنوب، وهلم شرا وهلم شرا. قال محمد بن الطلبة الشاعر الكبير الموريتاني المشهور: وبقايا من أرمدات تقيها عاصفات الصبا والدبورة. هذا من قصيدتي التي مطلعها حي من ساحة المبيدع دورا، جنبة الريع قد أثرن دثورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.